ازيكم حبايبي حبايب طمطومه، ازاي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله وصفتي ليكم وصفه جباره. مفيش سفره فيكي يا مصر، ومفيش بيت، ومفيش اي حد ما بيحبهاش. مكرونه بالبشاميل هنعملها بتكات جديده خالص، جوسي وجميله. بصوا جوسي ازاي بالخلطه الحشو بتاعتها، حشو فراخ تحفه. ودي مش بشاميل، دي كريمة. مش بشاميل، طبعا هي بشاميل بس عامل زي الكريمة. لون وطعم وريحة. احنا طبعا انا بسجل الفيديو بعد ما احنا كلناها. بجد اول مرة انا اعمل بشاميل بالشكل ده. بصوا لونها، لمعتها من غير بيض، من غير حاجة، من غير موتزاريلا، من غير جبن. تحفة 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 تحفة. ويلا بينا بقى على الفيديو، يلا بينا. اول حاجه يا حبايبي كده هنجيب حله هنحطها على النار عشان هنعمل البشاميل بتاعنا. والبشاميل النهارده انتوا عارفين ان انا بحب البشاميل اللي هو بيبقى على البارد. بس بصراحه انا جربت دون النهارده بالطريقه دي، طالع بشاميل تحفه. هنحط 3 معالق سمنه ومعلقتين كده زيت. وهنحط كمان دقيق، ادي معلقه 2 3 معالق دقيق. 4 معالق دقيق هنحطهم كده في السمنة. أنا أحب الدقيق يبقى السمنة أكتر من الدقيق، يعني يبقى الدقيق كده إيه سايح في السمنة، ما يبقاش جامد بالشكل ده. طبعا هنقلب الدقيق بتاعنا لغاية أما نشم ريحته الحلوة كده طالعة في السمنة اهو. وطبعا انت ممكن تخلطي سمنة على زبدة على زيت، الميكس ده بيخلي الطعم أحلى. بس انا ما كانش عندي زبده فعملت بسمنه وزيت. بصوا سايل كده مش مكلكع. هقلبه قيمه حوالي 5 دقايق كده بس لغايه اما ريحه الدقيق تطلع ان هو كده استوى مني. وبعدين هشيله على جنب وهسيبه يبرد خالص. الطريقه دي يا جماعه هتخلي البنات ما يكلكعش منها خالص. هنيجي بقى دلوقتي هنعمل الحشوه بتاعتنا. هنجيب طاسة كده أو حاجة أو صينية، هنحط معلقة سمنة ومعلقة زيت. وطبعا الحشوة بتاعتنا دي بالمفروم الفراخ اللي احنا عاملينه في تخزين الشهر، اللي هو طالع من الحاجات اللي هي الأجنحة الهياكل. عندنا هنا فلفل ألوان أخضر وأحمر وأصفر، وهي دي بصلاية كبيرة وفصين توم متقطعين. هننزل الأول بالبصلة كده والثوم ونبتدي نشوح البصلة لحد ما ريحة البصلة معانا تطلع كده وتبقى ريحتها حلوة. بعد كده هننزل بالفلفل كله الأخضر والأحمر والأصفر على البصل والثوم، وهنبتدي نشوحه برضو تشويحة كده كويسة. هنشوح البصل مع الفلفل الاخضر والالوان. وطبعا لو انت بتحبيها حاميه شويه ممكن تحطي قرن فلفل حامي. بعد كده هنفتح فتحه في النص كده في الطاسه وهننزل بمفروم الفراخ اهو. ده نص كمية مفروم الفراخ اللي احنا حطيناها عملناها في الفيديو بتاع تخزين الشهر، اللي انا مطلعاها من الهياكل مش جايباها مخصوص. اهو يا جماعة. هنبتدي نقلبه كده في الاول لوحده شوية، وبعدين نقلبه مع بقية الخضار بتاعنا. هنقلبه تقليبة حلوة كده حوالي 5 دقايق. وبعد كده هنبتدي نحط الملح، معلقة ملح، ونص معلقة فلفل أسمر، ونص معلقة كمون. وكمان هنحط معلقة ونص مرقة فورية اللي هي المرقة البودر، أو حطي مكعب مرقة عادي ماجي. ولو مش عايزة تحطي ما تحطيش خالص. اهو هنقلب بقى الفراخ مع الخضار كده الجميل بالالوان التحفه دي مع التوابل. وبعدين هنحط حوالي معلقه بابريكا. وهنقلب بقى الفراخ بتاعتنا كده، مفروم الفراخ بتاعنا ده مع الخضار كده تقليبه حلوه، تشويحه كده كويسه.
تطلع لنا كده ريحة ده كله. وبعدين هنزود حوالي نص كوباية مية، نص مج مية كده، وهنقلب الحشوة بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا كده تقليبة حلوة، وهنغطيها وهنسيبها تتسبك في بعضها لغاية اما الفراخ تنشف من المية اللي فيها اهو. هنغطيها وهنسيبها لغاية اما تنشف من المية. طبعا هنا جبت حلة وحطيت فيها مية وملح، وحطيت نص كيلو مكرونة. ده نص كيلو مكرونة للصينية، الصينية بتاخد نص كيلو. طبعا هنقلب المكرونة كده، واحنا هنسيب المكرونة تتسلق بس 3/4 سوا، مش هنسيبها تتسلق خالص، علشان طبعا هتكمل سواها في الفرن اهو كده. بصوا سوا المكرونة حلوة قوي 3/4 سوا. هاخدها بقى اصفيها وما تدلقيش المية بتاعتها عشان هنزود منها البشاميل اهو. بصوا يا جماعة الفراخ بقت لونها عامل ازاي، الحشوة روعة، ومن حاجة من مفيش، من مجرد تخزين الشهر اللي هي الهياكل اللي احنا جبناها. ده بقى عندنا البشاميل الدقيق، ده اسمه الرو، الدقيق بالسمنة كده اسمه الرو اهو، بارد خالص. جبت ده نص كيلو لبن بس، يعني انا هعملها بنص كيلو لبن. حطيت قطعتين جبنة نستو اي نوع، حتى ارخص نوع عادي، بس بتديلها طعم وبتديلها قوام كده جميل. حطيت مكعبين وهبتدي ان انا افتت فيهم في اللبن. طبعا اللبن انا حطاه يسخن، لو انتوا اللبن هبقى عايزاه سخن جدا، الرو برد واللبن سخن جدا. هسيب اللبن يسخن لدرجة اما يوصل الغليان. كملت ايه بقى دلوقتي؟ انا كملت من مية المكرونة. المفروض احط كيلو لبن، بس انا هوفر، حطيت قطعتين الجبنة وحطيت بقية اللبن من مية المكرونة. هحط اللبن بتاعي كده على جنب، وطفيت البوتاجاز، وجبت الرو بتاعنا اللي هو الدقيق بالسمنة، وهبتدي انزل عليه باللبن اللي مدوبة فيه قطعتين مثلثين الجبنة. اي نوع جبنة يا جماعة، حتى ارخص نوع عادي هيبقى حلو برضو. طبعا شايفين اللبن سخن جدا. الطريقة دي بتخلي مفيش اي نوع من انواع الكلكعة للبنات اللي بتخاف حتى من كلكعة البشاميل اللي معاها. وهيتقل، هتلاحظوا ان هو هيتقل حتى من قبل ما اولع عليه النار. طبعا النار انا طفيتها، هيتقل وهيبقى جميل ولونه ابيض وفاتح وجميل جدا. وهنحط تكات دلوقتي هتخلي البشاميل بتاعكم كريمي خالص جوسي. هنقلب كده اهو، شفتوا بصوا بيتقل ازاي. طبعا انا بدوب الجبنه، بقيه الجبنه اللي كانت في اللبن، وكل ده على البارد. وهشغل بقى البوتاجاز تاني دلوقتي عليها. وما تنسوش ان انتوا تحتفظوا بميه المكرونه، علشان احنا بنزود بيها، زودنا بيها مره وهنزود بيها تاني البشاميل. هنبشر كده بشره جوز الطيب، والناس اللي ما بتحبش جوز الطيب مش مشكله، ممكن تحط حبه كبابه صيني ناعمه. وهنحط كده 3-4 ورقات لورو، وكمان هنحط نص معلقه فلفل اسمر، وطبعا لو في فلفل ابيض افضل. ونص معلقه دي التكايه الجديده بيكنج باودر اهو، حطيت نص معلقه بيكنج باودر. ده بيخلي البشاميل بتاعي يبقى كريمي ويبقى هاشش وجميل ويدوب في البق. بقلب كده البشاميل بتاعي طبعا، وحطيت بقى اهو الملح بتاعي. بس بالله عليكم اللي لسه معايا في الفيديو ما ينسينيش باللايك وتعليق حلو منه، ويشيروا الفيديو يا جماعة عشان يترفع، شيروه لو سمحتوا. حطيت الفلفل الأسمر اهو، وبقى قنبلة الطعم. وطبعا حطيت معلقة من مرقة الدجاج الفورية. وقنبلة الطعم بقى جاية دلوقتي، اللي هي هتعمل طعم حلو قوي قوي للبشاميل. وبصراحة أنا جربتها وأول مرة فعلا من الشيف نادية السيد عملت طعم للبشاميل خطير. البشاميل اللي خد طعم البصل، وكمان القرنفل خلى البشاميل طعم تحفة تحفة تحفة. طبعا اهو انا زودت تاني من مية المكرونة، لان البشاميل انا مش عايزاه يبقى تقيل، عايزاه يبقى وسط علشان يبقى جوسي كده وجميل وخفيف. وما تنسوش نص معلقة البيكنج باودر.
بصوا ابيض، لونه ابيض وجميل وخفيف، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه البشاميل. طبعا بقى بتشيلي بعد كده ورق اللورو اللي انتي حطاه اهون. طبعا لازم تكوني عارفه حتى كام ورق. وبتشيلي البصلايه، وما تخافوش البصلايه مش هتترمي. تشيلي كل الورق كده اللي احنا كنا حاطينه، لسه في ورقه اهي. وبعدين بعد كده خلاص كده عندنا البشاميل جاهز، هنركنه. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا يا حبايبي، ونبتدي نحط فيها طبقه من البشاميل، كبشتين 3 كده، وبنفردهم في ارضيه الصينيه. طبعا هي فايدتها ان هي بتمسك لنا المكرونه مع بعضها من تحت الطبقه دي. بعد كده هنحط نص كميه المكرونه، وتحاولي يا ست الكل كده بقى ايه ان انتي تفرديها حلو كده في الصينيه. تمام اهي اتفردت وبقت زي الفل. وهننزل بقى دلوقتي بالحشوه بتاعتنا، الفراخ بالخضار. بس هنحط الاول طبعا، انتوا اشطر مني، معلقتين كبشتين كده بشاميل على المكرونه، وبعدين نحط الحشوه بتاعتنا اهي. هننزل بقى بالحشوه كلها، ووزعيها بقى في الصينيه كلها. ايوه هنوزعها بقى كده في الصينيه كلها. وبعدين بعد كده هنحط بقيه المكرونه. صينيه المكرونه دي صينيه اقتصاديه، انا مش مستخدمه فيها ولا جبن ولا اي حاجه، كلها الحاجات اللي انا كنت جايباها في المشتريات. المكرونه المفروم اللي انا مطلعاه من الهياكل، الفلفل الالوان اللي كنت جايباه في مشتريات الشهر، نص كيلو لبن من ضمن الكيلو اللي انا بستخدمه كل اسبوع. يعني موفرة جدا وطعم خرافة بجد. هنكمل بقى، هنحط بقية البشاميل بتاعنا على وش المكرونة، ونحاول ان احنا نفرد البشاميل على المكرونة كلها بالشكل ده اهي. هنهزها كده عشان كل البشاميل يبقى موجود على المكرونه كلها. ولو في حاجه على الاطراف بنمسحها كده بمنديل عشان ما تلزقش. دي قطعه القشطه اللي انا مطلعاها من على وش اللبن، مش هستخدم اي حاجه على وش البشاميل غير قطعه القشطه دي بس، اللي مطلعاها من وش اللبن، مش جايباها مخصوص اهي. قلبتها وابتديت ان انا اوزعها على صينيه المكرونه بتاعتي. ويا ريت اللي لسه معايا ما ينسانيش في اللايك، وينزل بقى يعمل لي لايك وشير كده، وشيروا الفيديو. هنحطها في الفرن الاول من فوق على الشوايه علشان الوش يحمر، وبعدين هنحطها من تحت حوالي 7 دقايق. وبصوا بقى جمال الصينيه بتاعتنا لما خلصت، لونها ولمعانها تحفه. طبعا جميله جدا جدا جدا، وطعم بصراحه وريحه. وادي البصلايه اللي قلت لكم ما تخافوش مش هتترمي، البصل غالي. اخدتها واخدت نص البصلايه اللي انا قطعاها التاني، وحطيتهم كده في كيس، حطهم في الفريزر وتستخدميهم في الاكل عادي. ودلوقتي بقى هندوق المكرونه الجميله دي. بصوا جوسي ازاي، تحفه. وبجد بجد خطير، جربوها. بس ما تنسوش بالله عليكم تدعولي، وما تنسوش كمان اللايك والشير يا ست الكل، علشان خاطر عيونك بنعمل بأوفر حاجة. بصوا شوفوا جمال المكرونة عاملة ازاي، تحفة بجد تحفة. والحشوة بتاعتها طعمها خطير اهو. شوفوا يا جماعة، شوفوا تحفة تحفة تحفة، حاجة جميلة جدا. يا رب تجربوها وتعجبكم، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات لما تجربوها عجبتكم ولا ايه. ويا ريت تقولوا لي انتوا منين عشان ارحب بيكم في الفيديوهات بتاعتي. جميلة جميلة جميلة. انا كده خلصت خلاص وصفتي، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة من وصفات طمطومة. مع السلامة.